أن أكون صادق 100% فيما أقول، وما لا أعلمه ما خليش تصوراتي أو حكمي تمام يبقى أحداث. تمام أنا معاك بس الناس كل المشاهدين في مصر وفي العالم العربي عارفين دكتور حسام بدراوي لما يطلع هيقول حقيقة، لأنك أنت طول الوقت بتقول حقيقة. بس خليني أقول لك على حاجة تانية، دي انطباع بقى أنت شفته بعينيك. مبارك أثناء حوارك معاه الأول والثاني اللقاءين دول كان بيتكلم زي ما بتتكلم كده ولا كان مكسور؟ لا طبعا، هو في جوانب إنسانية مش ممكن تكون غائبة عن أي إنسان. يعني أنا لما قلت له أنني أرى سيناريو رومانيا أمام عيني. سيناريو الدم؟ قال لي يعني إيه يعني هيموتوني يعني؟ قلت له محتمل. قال لي أنا مستعد أموت عشان بلدي. قلت له سيادتك تموت عشان بلدك ليه؟ ما تعيش عشان بلدك، اعمل الصح وتبقى عشت عشان بلدك. جميلة. اللحظة دي هي لحظة بتاخد فيها قرار، وده قرار سياسي، ما هوش قرار قانوني ولا مين قال لك ايه. ما كنتش خايف يعملوا فيك حاجة وانت بتحاول تخليها تنحى؟ ولو فشلت الثورة كان هيتعمل فيك ايه يا دكتور حسام؟ زوجتي قالت لي لما رجعت وحكت لها، قالت لي لو الدنيا استمرت ايوه انت اللي هتروح في، هتتعلق في ميدان التحرير. لكن انا بص، الحياة فيها مواقف ولحظات. اذا ما كانش الواحد فيها يعني ياخذ، يعني يتوافق مع ايمانه ومع ضميره ومع تاريخه، لان انا في كل ده زي بالظبط اللحظه اللي استدعيت فيها لتولي مهمه سياسيه. تفتكرش ان ده كان قبول سهل؟ طب. لان انا اللحظه ديت قعدت افكر 20,000 مره اقبل ولا ما اقبلش، هو ده يفيد مين ان انا اقبل. ولما سالت اسرتي، زوجتي واولادي واخواتي انقسموا. يعني اخواتي قالوا لي طبعا ما تقبلش، انت تم استخدامك من قبل وسيتم استخدامك من بعد، لا تقبل. حلوه استخدامك دي، انت اعترافات جميله جدا، بس خلينا اسمع اعتراف من ضميرك، ممكن؟ اتفضل. يا دكتور حسام، بتتناقض أفعالك فيما بين طلبك لمبارك بالتنحي وفي نفس الوقت كنت تبحث عن طريقة أخرى لبقاء مبارك من خلال خطاب يخرج فيه الرئيس ومعه وائل غنيم وعمرو سلامة، بحيث يكون بمثابة ضمانة لتحقيق إصلاحات في المستقبل. حصل ده يا دكتور حسام؟ لا مش يعني بالظبط. قول الضمير عايز توضيح. الضمير محتاج ضمير. لا هو يوم الأربع ده كان وراه يوم بالليل اتصال ان مجموعة شباب قادة مجموعات في ميدان التحرير عايزين يقعدوا معايا، وفعلا اتقابلنا الصبح الساعة 9 الصبح في الزمالك في مكان ما، يعني في الزمالك، مع مجموعة كبيرة من الشباب، كان منهم عمرو سلامة ومنهم وائل غنيم ومنهم ده صباح الخميس؟ ده صباح الخميس تمام، اللي هو 10 فبراير قبل التخلي عن السلطة بيوم. عشان احنا بنأرخ. اليوم ده بمجموعة الشباب دي، وكان فيها مصطفى أبو جمرة ومحمد أسامة وناس كتير يعني. أنا استمعت إليهم. طبعا ما كانش من حقي إن أنا أذكر أحداث اليوم السابق اللي هو كان فيها يطلع يقول وما يقولش، يعني ما كنتش شايف إن ده مناسب إن أنا يعني أثير الناس، كانوا هيكتئبوا. فلما الشباب قعد معايا قلت لهم أنتم عايزين إيه؟ فلقيتهم بيقولوا كلام مقارب اللي انا كنت بقوله له، ان هو يطلع وان هو يتنحى عن السلطه، وان انه يعتذر للناس على الاحداث اللي حصلت، وانه يحول المتهمين بقتل الشباب الى المحاكمه، يبقى بيقوم باجراء يقول هذا الكلام، وانه يقول للناس دي الشباب دي ان هو بيسلم السلطه للشعب المصري، وان الشباب دول ناس كويسين، وهم ما هماش لا حراميه ولا بلطجيه ولا لا، دي ناس كويسه. والحقيقه كل الكلام كان
كان في قدر كبير من الحكمة والعقل معاهم. وقالوا ان هم مستعدين ان هم يؤيدوه اذا قال هذا الكلام وتنحى، بس هم عايزين يقابلوه. فانا خدت الخيط. تمام. وما زال رأيي كان ان الانتقال تحقيق اهداف الثورة في اطار من الشرعية افضل. خدت الكلام ده بلغته لمين؟ كلمته في تليفون مبارك. طلبت المكتب الرئيسي على طول.